بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة ان شاء الله. نحضر مع بعض المخروطة او القدوسية بطريقة ما فيش ابسط منها، وعارفة ان كلنا بنحبها ونعشقها، بس عشان بتاخد وقت طويل فانت بتكسلي تقومي تعمليها. بس اوعدك من النهاردة مش هتبطلي تعمليها من سهولتها. ولو هتعملي حتى 10 كيلو هيكونوا في ثواني، وهقول طريقة فردها وتقطيعها بسهولة، وهتكلم عن تكات بسيطة مش هتخليها تعجن منك وتكون خفيفة في اكلها. بس طبعًا هنتابع الفيديو للآخر ونحط لايك للفيديو عشان يرتفع، ولو أول مرة تشوفوا قناتي هيكون لي الشرف إنكم تشتركوا لي فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد، ويا ريت تشيروا الفيديو لكل أصحابكم وحبايبكم. وتعالوا نشوف عملنا النهارده القدوسية إزاي مع بعض. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات ما يعادل بمج الشاي العادي 8 أكواب، وهانزل عليه بمعلقة صغيرة من الملح ما يعادل 6 جرام، وهاقلب كويس جدًا، وهابدأ أنزل بالمَيّة بتاعتي. هانزل بكوبايتين من المَيّة ما يعادل 400 مللي، وطبعًا هاقول لكم مقدار المَيّة في آخر العجين، وهاقلّب طبعًا بالسباتولا كويس جدًا. هاتوّه الدقيق بالمَيّة كده بالسباتولا، وهابدأ أشيل السباتولا بتاعتي، وهابدأ أستخدم إيدي في العجن يا جماعة. تمام مع بعض؟ تمام. طبعًا هاشيل السباتولا زي ما أنا قُلت لكم خالص، وأستخدم إيدي في العجن يا جماعة. وطبعًا عجينة المخروطة بتكون متماسكة ومش بتكون طرية، لإنها لو طرية يا جماعة وأنا باشكّلها في الماكينة هتعجّن منّي، ولو حتى هاستخدم السكينة وهاقطّعها بالسكينة هتعجّن برضه منّي. ولو مش متوفّرة عندِك الماكينة واستخدمتِ السكينة زي ما أنا قُلت لِك وطرّيتِ العجينة، العجينة كلّها هتتماسك في بعضها ومش هتدّيكِ مخروطة كويسة. تمام؟ باعجن كويس وبانزل بالمَيّة بتاعتي تدريجيًا يا جماعة، علشان العجين ما يتطرّاش منّي وأضطر إن أنا أضيف دقيق تاني. طبعًا باعجنها عجنة كويسة عشان العجينة تنعم منّي، ولمّا باضيف المَيّة ما باضيفش المَيّة كتيرة أوي. تمام؟ تمام مع بعض. طبعًا أنا باعجنها كويس عشان تدّيني نتيجة كويسة، لو أنتِ عندِك عجّان هتستخدميه، ما عندكيش عجّان هتستخدمي إيدِك، ولو إيدِك بتتعب من العجين ريّحي إيدِك وريّحي العجين دقيقتين أو 3 وارجعي عجّني فيه تاني، منها هتريّحي إيدِك ومنها العجين بتاعِك هيربّي عرق معاكِ وهينعم معاكِ. تمام؟ تمام مع بعض. باعجن كويس لحد العجينة ما تدّيني القوام المضبوط، اللي هو قوام ناعم، قوام متماسك، ما يكونش طري معايا. تمام، وأول ما تنعم معايا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، حتى لو أنا مش ضايفة مَيّة كتير هاعجنها كويس برضه عشان تدّيني القوام اللي أنا محتاجاه عشان تدّيني نتيجة كويسة. بعد ما عجنتها خدت معايا في العجن حوالي 8 أو 10 دقايق، بابدأ ألمّها وأتركها في الطبق ترتاح حوالي 5 دقايق بالضبط، وهابدأ أرجع لها تاني. تمام مع بعض؟ خدت منّي مَيّة كوبايتين ونُص من المَيّة. طيب، بعد ما ارتاحت حوالي 5 دقايق، هابدأ أجيب صينية وأرشّها برشّة من الدقيق خفيفة، وهابدأ أكوّر العجين بتاعي. تمام، تمام مع بعض. هاكوّر الكورة قد إيه؟ طبعًا حجم الكورة يا جماعة مش هاقدر أقول لكم النهارده على حجم الكورة، لإن حجم الكورة النهارده حسب المكان اللي هتفردي فيه. لو أنتِ هتفردي على الرخامة بتاعتِك مثلًا والرخامة بتاعتِك كبيرة، هتعملي حجم الكورة كبيرة، وهتوفّر معاكِ جدًا وهتختصر معاكِ الوقت. لو الرخامة بتاعتِك صغيرة، هتعملي الكورة صغيرة. أنا عملت الكورة قد قبضة إيدي النهارده، يعني باعمل الكورة قد قبضة الإيد اللي أنا باقطّع بيها العجين زي ما أنتم شُفتوني باعملها كده. تمام؟ كوّرت الكيلو النهارده حوالي 5 كِوَّ. تمام مع بعض؟ تمام. لو أنتِ هتفردي مثلًا على طبلية أو عندِك رخامة كبيرة، كوّري الكورة كبيرة، هينجز معاكِ في الوقت وفي التقطيع، زي ما أنتم هاورّيكم دلوقتي أنا عملتها إزاي. تمام مع بعض؟ طبعًا خلّصت كده أنا آخر كورة اللي أنا باكوّرها دي، وهابدأ إن أنا أغطّيهم وهاتركهم يرتاحوا حوالي ربع ساعة، ولو نُص ساعة يكون أفضل علشان أمّا آجي أفردها تتفرد معايا بكل سهولة. هابدأ أجيب الحلة بتاعتي اللي هي حلة الكسكسي يا جماعة، ولو مش متوفرة عندِك ممكن تستخدمي أي حلة وحُطّي عليها مَصفة المكرونة، وطبعًا ب ب بقطعة كده من العجين بتلفّيها بيها، وباملى ربعها مَيّة بس عشان كتر البخار في الحلة بيعجّن معايا المخروطة، أو لو كسكسي برضه، وباضيف فيها معلقتين ملح عشان يدّيني طعم كويس، وباضيف ليمونة كمان عشان الحلة أثناء الغليان مش تزرق ولا يتغيّر لونها، وباحط القماشة أو الكيس بتاعي ده بعد المَيّة ما تغلي يا جماعة والحلة بتطلّع بخار. ما ينفعش أحطه في الأول. تمام، هابدأ في مرحلة الفرد بارُش رشة دقيق بس رشة كتيرة شوية، وبافرد العجينة كويس عشان المخروطة تكون خفيفة. تمام، وإحنا بناكلها لمّا بتفردي العجينة كويس أثناء الأكل بتكون
المخروطة خفيفة معاكِ، تمام. طبعًا العجينة مش بتبقى رقيقة أوي ولا سميكة أوي. طبعًا ما بتخلّيش جنب أثناء الفرد بالنشّابة، ما باخلّيش جنب تخين وجنب رقيق يا جماعة. باشيل النشّابة الكبيرة وبافرد بالنشّابة الصغيرة عشان أضغط على الحروف، عشان ما تخلّيش الحروف بتاعتِك تكون سميكة. وطبعًا يعني من حين لآخر هتشيلي العجينة بتاعتِك وتضبطي تحتها الدقيق علشان ما تلزّقش برضه منِّك على الرخامة بتاعتِك. وطبعًا بعد ما خلّصتها فرد بارُش على وشّها رشّة من الدقيق، وهابدأ إن أنا ألفّها أو أطبّقها بالتطبيقة اللي أنتم شايفينها دي. هالفّها وأطبّقها كويس جدًا، وأبدأ أجيب السكينة بتاعتي وأقطّعها بالسكينة، تمام. هتقطّعي قطع متساوية، وبعدين أبدأ أفردها، وده هيكون الرقات بتاعتها اللي أنتم شايفين اللي أنا بافردها ديّة. لو هتعملي قطعة كبيرة هتطلّعي منها رقات كتير أكتر من كده لو أنتِ الرخامة بتاعتِك أكبر، وهتنجزي كمان في الوقت، تمام. طبعًا كده خلّصت أنا أول واحدة، أول كورة، وهاجيب الماكينة بتاعتي بتاعة المخروطة، وباستخدم فتحة الشعرية، وآخد أول راق من العجينة وأحطها في الماكينة. وشوفوا نازلة من الماكينة ما شاء الله، علشان العجينة كانت متماسكة، فنازلة مش معجنة ولا فيها أي مشاكل، تمام، ولا بتلزق في بعضها. لو الدقيق بتاعِك زيادة هاحطها في المصفى البلاستيك اللي أنتِ شايفاها دي، وأنزّل منها الدقيق. تمام. طبعًا أنا كده حاطة حلة البخار على المَيّة على النار قصدي، وطبعًا مخلّية أو حلة الكسكسي يا جماعة إحنا بنقول عليها حلة البخار، حاطاها طبعًا على النار وتركتها علشان تغلي معايا علشان تطلّع البخار بتاعها، تمام. طبعًا هاخلّص كمان الرقات بتاعة أول كورة اللي أنا بُصّوا ما شاء الله نازلة من الماكينة ما شاء الله، لا هي ملزقة ببعضها ولا هي معجنة ولا فيها أي مشاكل. لو كانت العجينة طرية كنتم هتشوفوها نازلة ملزقة معاكم. طبعًا لو السير بتاعِك نازل طويل ممكن تقطعيه بالسكينة نُصّين لو أنتِ شايفة إن الشعرية نازلة معاكِ طويلة شوية، تمام مع بعض؟ تمام. هاخلّص طبعًا الرقات بتاعة أول كورة، وهنروح على حلة البخار أو حلة المخروطة ونشوف هنحطها فيها إزاي، تمام مع بعض. طبعًا زي ما أنا قُلت لكم لو الدقيق كتير شوية هتنخليه في المصفى بتاعتِك، أو لو عندِك منخل انخلي فيه الدقيق، كل الدقيق الزيادة هينزل بالشكل اللي أنتم شايفينّي باعمله ده. الزيادة بينزل منّي أهوّة، وهابدأ آخدهم على حلة البخار. معايا الحلة باحط فيها معالق وشوك يا جماعة بالخلف علشان القماشة بتاعتي ما تلزقش في قاع الحلة، وهابدأ أحط القماشة أو الكيس اللي أنا عاملاه، وأبدأ أنزل بأول كورة أنا عاملاها وبافردها في قلب القماشة بتاعتي، وهاطبّق عليها القماشة وهاتركها على نار متوسطة أو نار مايلة للهادية. ما تعلّيش النار علشان خاطر البخار ما يبقاش عالي أوي فيعجّن منِّك المخروطة بتاعتِك. وهابدأ إن أنا أفرد التانية معاكم، برضه هافردها بالنشّابة في الأول. وطبعًا يا جماعة بتضغطي ما تخلّيش جنب سميك وجنب رقيّق، تمام مع بعض؟ تمام. أفرد كويس كمان عشان تبقى خفيفة، لإن المخروطة لمّا بتفرديها كويس بتبقى خفيفة معاكِ أثناء الأكل، تمام؟ تمام مع بعض. وطبعًا هاشيل النشّابة الكبيرة وهاساوي الحروف بالنشّابة الصغيّرة كده علشان ما اخلّيش الأطرف بتاعتي سميكة شوية، تمام. تمام. بعد ما هاضبّط الحروف بتاعتي هابدأ أرُش على وشّها رشّة من الدقيق وأطبّقها بنفس الطريقة اللي أنا عملتها مع الأولانية، تمام. تمام. رشّيت رشّة الدقيق وهابدأ أطبّقها زي ما أنتم شايفينّي باطبّقها كده وبالسكينة، وهابدأ إن أنا أقطّعها. بعد ما قطّعتها هافردها كويس أوي، الرقات بتاعتها هافردها، وهابدأ أجيب الماكينة بتاعتي وأبدأ إن أنا أشغّل الماكينة عليها وأنزّلها زي الشعرية زي ما أنتم شايفينها كده. أجيب الماكينة بتاعتي وأنزّل أول طبقة أنا عملتها، ما شاء الله نازلة معايا ما شاء الله لا قوةً إلا بالله. يا جماعة أهم حاجة العجينة تكون متماسكة، لإن لو العجينة مش متماسكة معاكِ كده باظت منِّك المخروطة كلّها، تمام مع بعض. ولازم ترُشّي دقيق كويس علشان برضه ما تلزّقش منِّك، تمام. تمام. طبعًا هاخلّص الكورة التانية وهاروح على الحلة بتاعتي أشوف الكورة الأولانية اللي أنا محطّاها ومهدّية عليها النار حصل فيها إيه. طبعًا هابدأ آخُدهم أحُطّهم برضه في المصفى البلاستيك بتاعتي دي وأنخُلهم كويس. وأنا طبعًا زي ما قُلت لكم لو عندِك منخل سلك هتنخُلي فيه
وتنزّلي الدقيق الزيادة ما فيهوش أي مشاكل، هاحطهم أهوّة على المصفى بتاعتي إيه، أنخُلهم كويس أمّا أنزّل كل الدقيق اللي فيهم، ونروح على الحلة بتاعتنا نشوف الكورة الأولانية اللي إحنا حطيناها حصل فيها إيه. طبعًا الكورة الأولانية يا جماعة هالاقيها اتشمّعت، أول ما تتشمّع العجينة فيها كده، هابدأ أنزل بالكورة التانية، وطبعًا الأول مش هانزل بالكورة التانية غير بخطوة مهمة هاعملها الأول، هافرفر الكورة الأولانية يا جماعة، وده من نجاح المخروطة ومن أسرارها إزاي تفضل مفرفرة معاكِ وما تعجنش في بعضها. أثناء التسوية يا جماعة كل ما أحط كورة أنا مخلّصاها، أفرفر اللي قبلها في الحلة قبل ما أحط الكورة التانية، زي ما أنتم شايفينّي كده، لو إيدِك بتتلسع اعمليه بالشوكة فرفريها بالشوكة، وأبدأ أنزل بالتانية بعد ما تكون ديكها اتشمّعت كويس، وأفردها على وشّها، وهاكمّل كل الكمية بنفس الطريقة. ولازم كل ما كورة تتشمّع معايا أفرفرها هي واللي تحتها، لازم تفرفري الإيه، الكورة كويس عشان تفضل معاكِ مفرفرة وما تعجنش منِّك. أغطّيها كده أنا خلّصت الكمية كلّها، هاورّيها لكم بعد ما خلّصتها ما شاء الله كلّها كانت مفرفرة، تمام، ده شكلها طلعت كلّها ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما فيهاش واحدة معجنة، وخلّصتها وشِلتها من على النار بعد ما غابت على النار حوالي ساعة إلا ربع من السِوى. تمام، عشان كنت بافرفرها على طول، طبعًا بعد ما استوت هافضّيها في طبق stainless وأفرفرها كويس وهي ما شاء الله لا فيها كُتل ولا فيها حاجة معجنة، وأقلّبها كويس أوي، وبعد ما قلّبتها كويس أوي باسيّح السمنة بتاعتي، سواء هتستخدمي سمنة أو هتستخدمي زبدة، هتسيّحي السمنة بتاعتِك أو الزبدة بتاعتِك، وهابدأ أسقيها بالسمنة السايحة وأقلّبها كويس، ممكن تقلّبيها لو سخنة على إيدِك قلّبيها بالشوكة، لو إيدِك قادرة تستحمل الحرارة قلّبي بإيدِك ويكون أفضل. طبعًا ممكن تاكليها باللبن، وممكن تاكليها بالشوربة، شوربة فراخ، شوربة لحمة، ممكن تاكليها بالسكر وممكن بالعسل زي ما تحبي، كانت ما شاء الله طالعة معانا ممتازة جدًا، والكيلو بيعمل 2 كيلو وربع من المخروط. تمام، وطبعًا نضافة أحلى من اللي برّه بكتير، اللي برّه بتكون سميكة شوية، تخينة وبتبقى ناشفة شوية، ما بتبقاش زي اللي أنتِ عاملاها في البيت، ديّة بتبقى طبعًا نضافة وبتبقى خفيفة وطعمها حلو أوي، وريحتها بالسمنة بتبقى ممتازة جدًا، وأنا خلّصت الفيديو، يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطّوا لي لايك للفيديو. وما تنسوش تشيروا الفيديو لكل أصحابكم وحبايبكم، ولو لسه ما اشتركتوليش في القناة انزلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.